ثلاث اسباب ما تخليش امريكا تفكر تنظم بطوله لكره القدم تاني. اول حاجه وهو سوء الاحوال الجويه. لو انت بتتفرج على كاس العالم هتلاقي ان كل الماتشات تقريبا وقفت عشان حاجتين. اول حاجه دايما يا اما في مطره بتنزل مره واحده، او تاني حاجه اللي هو الكولينج بريك. الدنيا بتبقى حر فشخ بالنسبه للاعيبه اوروبا، فاللعيبه مش بتستحمل. على الاقل الماتش بيقف من مرتين لثلاثه، اثنين كولينج بريك، واحد في الشوط الاول واحد في الشوط الثاني، ولازم كده مره اللي هو سوء الاحوال الجويه ومطره بتنطر ورعد وبرق، لازم يبقى في 3 مرات الماتش بيقف. اللي هو انا زهقت من الماتش ده. تاني حاجه فرق التوقيت ما بيننا احنا واوروبا وبينهم، بين امريكا واوروبا وشمال افريقيا 7 ساعات. فانت ممكن عشان تتفرج على ماتش الفرق اللي انت بتحبها لازم تسهر لحد الساعه 3 الفجر. طب انا هسهر لك لحد الساعه 3 الفجر، ولا اروح شغلي، ولا هشوف حياتي، ولا اتفرج على الماتش؟ ايه القرف ده يا جدعان؟ ما تنظميش يا عم، ما تنظمش بطوله يا عم. تالت حاجه وهي الاخيره، ان اصلا امريكا مالهاش في الكوره. منين ومن امتى امريكا بقى ليها في الكوره؟ انا امريكا اخرها كره سله، بيسبول، كره القدم الامريكيه، الحاجات بتاعتها. كرة القدم مش بتاعتك، بتحشري نفسك ليه؟ ما تخلينا في حالنا وانت في حالك. حتى في الرياضة، حتى في الرياضة. تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان دوت بيتعبني، وتشير مع اصحابك.